لقارئ القرآن: اقرأ ورتل، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. الله، افهموا معي هذا المعنى الحقيقي: اقرأ وارتقي. يقول علماء الحديث: المستفاد من هذا الحديث أن مرتبات الجنة على عدد آيات القرآن. فتخيلوا معي عدد آيات القرآن وعدد المراتب في الجنة، وسبحان الله كل يدخله الله على حسب مقامه في الجنة، إلا قارئ القرآن هو من يدخل نفسه الجنة في المقام الذي يبتغي، أي عند الآية التي يتوقف عند قراءتها. من خير، سبحان الله. الإنسان الوحيد، نحن نعلم أن يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيأتي قارئ القرآن في ثبات عندما يقول لك المولى: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ما معنى هذا؟ معناها أن الناس كلهم في وجل وفزع، ولكن قارئ القرآن وحافظ القرآن ثابت لا فازع ولا خائف. لماذا؟ لأن صفة الترتيل يعني السكون والهدوء، وبمعنى أنه يقال لك: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فنحن نعلم أن المرتل للقرآن لا بد أن يكون ساكنا هادئا مطمئنا. فهذا يعني أن حفظة القرآن يوم القيامة يكونون على سكون وعلى هدوء وعلى طمأنينة حتى يقرؤون القرآن ويرتلونه في أريحية. فهذا مقام من مقام الهدوء ومقام من مقام الطمأنينة الذي يوم القيامة قد لا يكون إلا للأنبياء. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا المقام والله لن نبلغه بالسهل، ولن يكون لنا بقاء فيه إلا بالعلم والعمل. قلت: شرف عندنا عندما تذكر في سالي وتذكر أهل تبكي، هناك شرف لهم مقام خاص به أنهم يقدمون في مجالس القرآن، لأننا نعرف من مدينة تبكي الكثير من الطلبة الذين كانوا معنا في المدرسة، بما فيهم طالب سالم وطالب سالم عبد المنيب وطالب جافة وغيرهم. هؤلاء كلهم، طالب إبراهيم، تقريبا هؤلاء كلهم كان لهم مقام ولا زال لهم إلى اليوم عندما يأتون إلى المدرسة مقامهم محفوظ، لأنهم علموا القرآن وعلموه لنا، ولأنهم كانوا حفظوا القرآن على شيخنا وحفظوه للكثير من الطلبة. فمقامهم علي في الدنيا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبقى لهم علي في الآخرة ببركة رسول الله، ببركة القرآن ورسول الله والمشايخ الذين حفظوا عليهم القرآن. هذا المقام الأول لك أنت أيها الحافظ القرآن، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. ثاني شيء مقام اجتباء لوالديك، لأن حافظ القرآن يوم القيامة يؤتى بوالديه فيرصع رأسهما بتاج من نور الله، ويسمى هذا التاج تاج الوقار. فبشرى لوالدي من كان ابنهم حافظا للقرآن. وهنا أضع نقطة مهمة في هذا المقام، أو لربما نقطتان مهمتان في هذا المقام. قلت: أيها الآباء، لا يغريكم فقط حفظ أبنائكم للقرآن، فلربما كثير من حافظ لا تجد حافظا أو عامله للقرآن، قد تجد غير حافظ أو عامله للقرآن لحافظ. فلهذا إن حفظ أبناؤكم للقرآن فاحرصوا على أن يعوه في صدورهم، وأن تكون أخلاقهم أخلاق القرآن، وسيرهم سير القرآن، وكلامهم كلام القرآن، حتى يثبت ذلك التاج وحتى يثبت ذلك الاصطفاء. كما قلنا فهم مصطفون في الدنيا ويكون
يكونون مستفون في الآخرة أن يجعلوا على رؤوس والديهم تاج القرآن، فليفخر أبناء وآباء هؤلاء الطلبة. حق لكم أن تفتخروا بين الناس، فأنتم أحسن ممن يكنزون الذهب والفضة، وأنتم أحسن ممن يملكون الأموال، لأنكم ضمنتم تاج الوقار، وهي عبارة عن تأشيرة دخول للجنة يكون بها لحفظكم لأبنائكم القرآن، لأنه يوم القيامة وأنتم تعلمون يوم الحساب، يوم يحاسب الأبناء على أعمالهم فيؤتى بالأولياء أولا. وهنا أفتح مقاما للأولياء: بالله عليكم ما فيه أبناؤنا من